لماذا هذه الأمراض لم تكن في الستينات بالأمس في المغرب؟ سؤال نقطة استفهام. إذا أجبتم عن هذا السؤال لن تصابوا بأمراض، باش ما تكونش محاضرة ديال الكلام هكذا. غير إلا جاوبتوا على هذا السؤال لن تصابوا بأمراض، وماشي انتم اللي غادي تجاوبوا على هذا السؤال، إنما أجدادكم ولا أبائكم على الأقل. لماذا لم تكن هذه الأمراض في الستينات؟ ولماذا هذه الأمراض هي الآن التي تضني الأطباء وتضني حتى ميزانية الدولة باستيراد الأدوية ولا تفيد في شيء؟ هذه الأدوية لا تفيد في شيء. لا أظن أن الكورتيكويد سيشفي كرون، ولا أظن أن سيلياك سيزيدون لحل، ولا أظن أن ارتفاع الضغط يعني ستفيد في هذه المنونات اللي كيعطيو لأصحابها. هذه أشياء يا إخواني ترتبت عن الأكل. هناك من ينكر هذه الأشياء، بعض الأطباء في مدينة الدار البيضاء ينكرون هذه الأشياء. هذه حقيقة ثابتة لا يمكن أن ينكرها شخص. في الستينات لم تكن أمراض، في التسعينات 4 على 5 ربما يكون فيهم سرطان، غير ما 2 عارفينه 2 ما عارفينوش. كثيروا غدا إن شاء الله ديروا التحليل تلقاو عندكم سرطان. شكون اللي ما عندوش سرطان؟ كل شيء عنده سرطان. لماذا؟ لأن التغذية في الستينات ليست هي التغذية الآن. آبائكم وأجدادكم كانوا يرقدوا الزيتون بالملح، أنتم كديروا الزيتون بالصودا. آبائكم وأجدادكم كانوا كيشريوا اللحم ديال الغنم سارحة، أنتم كتشريوا اللحم ديال الغنم مسمنة. أجبائكم وأجدادكم كانوا كياكلوا الدجاج البلدي، أنتم كتاكلوا الدجاج الرومي. آبائكم وأجدادكم كانوا كيدخلوا الحبوب في التغذية، أنتم منعتوها. زريعة الكتان والزنجلان والنافع وحبة حلاوة وحب رشاد والحلبة والسانوج، ما بقيتوش كتطيبوا بهم؟ نعم أم لا؟ والله من ينكر هذه الحقيقة فلا خير فيه، ومن ينكر هذه الحقيقة يريد الهلاك لهذه البلاد. لا، هذه حقيقة لا تنكر، هذه حقيقة مجتمع لا تنكر.